اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي كيعاني منه بزاف ديال الشباب في المغرب. اليوم غنشرح لك الاسباب الحقيقيه، بلا فلسفه، بلا وعود خاويه، غير الواقع ديالنا حنا كشباب مغاربه. علاش كنماطلوا في رياضه كمال الاجسام، كنشوفوا فيديوهات، كنتبعوا لاعبين في انستغرام، كنشريو حوايج سبور، ولكن ما كنمشيوش لاصال. وخليك معايا حتى الاخر، حيت غنعطيك طريقه بسيطه تخليك تبدا بلا ضغط. السبب الأول، كنستناو الوقت المناسب. أكبر كذبة كنقولوها لراسنا هي دابا ما عنديش الوقت، منين نسالي القراية غنبدا، منين نلقى خدمة غنبدا، منين ندوز هاد الشهر غنبدا. ولكن واش عمرك شفتي شي واحد لقى الوقت؟ الوقت ما كيتلقاش، الوقت انت اللي كتحكم فيه. مثال بسيط، واحد الدري في الحي ديالنا خدام كيخرج مع 7 د العشرية، كيمشي يدوز حصة ديال 45 دقيقة في لاصال حيت منظم وقته وهو اللي كيتحكم في الوقت ديالو. داكشي علاش اول حاجه خاصك تجنبها باش تبدا لاصال وتحبس الاعذار هي التحكم في الوقت ديالك. السبب الثاني، كنخافوا من نظره الناس. بزاف ديال الشباب كيقول واش نمشي لاصال وانا ضعيف، الناس غيضحكوا عليا، واش نبدا وانا باقي ضعيف. اسمعني مزيان، كل واحد في داك لاصال بدا بحالك، حتى داك اللي عنده دابا فورمه مزيانه كان واحد النهار بحالك. داكشي علاش نسى النظره ديال الناس عليك وحاول تبدا في اقرب وقت، وثق بيا واحد النهار غتولي حتى انت عندك فورمه مزيانه. خلاصه من هادشي كامل، ملي كتبدا تريني كتولي عندك طاقه كتر في النهار ديالك، وحتى الثقه في النفس كتطلع، والستريس ما كيبقاش نهائيا. وزيد عليها كتعلم الديسيبلين وكتعلم تصبر على راسك، حيت كتولي عندك نسخه جديده من راسك احسن من اللي كنتي قبل. والمشكل الكبير كيسبقاو بزاف ديال الناس يقولوا في هاد السيمانه نبدا اولا الشهر الجاي، ولكن راه احسن وقت تبدا فيه اي حاجه مهمه هو دابا. الا بغيتي تبدل الجسم ديالك خاصك تبدل العادات ديالك ضروري. واش عارف شنو هي الحاجه الوحيده اللي الا درتيها ممكن تبدل حياتك كامله؟ ماشي الفلوس، ماشي خدمه جديده او شي حاجه بحال هكا، ولكن هي تبدا تريني في لاصال. بزاف ديال الناس كيظنوا باللي لاصال غير ديال الناس اللي بغاو يطلعوا فورما ولا يبدلوا الجسم ديالهم ويزيدوا في الوزن، ولكن الحقيقه ماشي هي هذه. بصح كيدخلوا الناس باش يطلعوا فورما مزيانه وصحيه، ولكن عنده بزاف ديال الايجابيات بحال الستريس اللي ما كيبقاش، وكتولي كدير في النهار ديالك واحد العاده زوينه اللي غتنفعك في صحتك، وحتى الثقه في النفس عندك غتزاد وغتولي عندك انرجي زوينه. ملي كتجي كل نهار لاصال وكتريني، هنا كتعلم الانضباط وكتعلم تصبر وكتعلم حتى كيفاش تحارب المماطله اللي كتخليك ديما تاجل وما قادر دير حتى حاجه في الوقت ديالها المناسب. وهذا الشيء اللي كيحبس بزاف ديال الناس باش يديروا شي حاجه زوينه في حياتهم. اول سيمانه ليك في لاصال غادي تكون صعيبه، واول شهر غادي تحس براسك باغي تحبس وتستسلم، ولكن من بعد غادي تبدا تشوف التغيير وتشوف تكور في الجسم ديالك، حيت باش نكون معاك صريح صعيبه غير البديه. في الخلاصه ما خاصكش تكون قوي باش تبدا، خاصك تبدا باش تولي قوي. حتى الناس اللي كتشوفهم دابا في لاصال بعضلات كبار وفورمه زوينه، حتى هما كانوا في نهار من النهارات بحالك. داكشي علاش الا بغيتي تبدل حياتك ديما بدا بحوايج صغار. دخل لاصال وبدا تريني، خدم على راسك كل نهار شويه بشويه، حيت بصح لاصال واحد الحاجه زوينه بزاف، واحسن حاجه غتبعدك على بزاف ديال الحوايج الخايبه. فكنتمنى تكونوا كملتوا الفيديو حتى الاخر، وإلا وصلتي حتى لهنا خلي معاك لايك للفيديو باش كلشي يستافد، وبارطاجي الفيديو مع شي صاحبك كتشوفو محتاج لهذا الفيديو. ونتلاقاو في فيديو جديد.